آمن يقينا لا مستحيلا. فاضل على الحلم تكة يا أبطال. النصيحة دي خلاص، تعمل اللي عليك، تذاكر، تعمل اللي عليك، فربنا خلاص ربنا هو اللي يكرمك. أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مش بعيد، حلمك قرب وقرب قوي كمان. فاضل على الحلم تكة يا أبطال. فاضل على الحلم شوية مراجعات. فاضل على الحلم راجع اللي فات كويس وابدأ أحل كويس واتدرب على الأسئلة. ده اللي فاضل على الحلم، وبإذن الله تكون مهمة بسيطة في معظم المواد. ربنا معاكم إن شاء الله. لازم تراجع نفسك في طريقتك مع الوقت. احنا عندنا الفرق الأساسي ما بين الناجح والفاشل هو إحساسه بقيمة الوقت. الناس العظماء اللي تركوا تاريخ، في ناس تركت تاريخ وعلم جامد جدا وهم عمرهم صغير 30 سنة ومات، بس ساب ميراث من العلوم. طب والناس دي كانت ازاي لحقت في 30 سنة من عمرها تعمل حاجات كتير كده؟ كانوا بيستغلوا الوقت بشكل مختلف عننا تماما. الاكل كانوا بيطحنوه عشان ما ياخدش وقت في مضغ الاكل. احنا بنقعد ساعة في الاكل ونقعد ساعة في الحمام. يعني لازم كده. بناخد وقت كتير في ان احنا بنلبس هدومنا، بنتحرك ببطء للبيت. الريتم العام ما فيهوش ادراك للوقت. تضييع الوقت على السوشيال ميديا او على التلفزيون ونرجع نشتكي ان احنا مش لاحقين. انا عايز اقول لك ان الوقت اللي معاك تقدر تعمل بيه ايه؟ تقدر تعمل بيه 2 ثانوية عامة. الوقت المتاح ليك تقدر تعمل بيه ثانوية عامة مرتين، بس لو كان مبدأك العام ما بتضيعش وقت. يعني في ناس يجي يقول لي انا مش لاحق، انا اعمل ايه طب عشان ابقى كويس؟ هو المبدأ العام عدم تضييع الوقت. انتوا يا جماعه في رحلتكم انا عارف ان الموضوع طال عليكم، بس خد بالك مش دي الفتره الزمنيه اللي انا بتكلم عنها. انت في حاجات هتحلم بيها هيبقى مطلوب منك انك تشتغل 10 سنين و11 سنه و12 سنه و20 سنه، يعني جزء كبير من عمرك عشان تحققها. فاوعى يكون اي يأس يدب لقلبك وتقول لا والله انا مش هقدر اكمل. احنا بنقول دايما آمن يقينا لا مستحيلا. انت مش فيش عندك حاجه مستحيله، ولذلك قلنا دايما الجمله المشهوره يقول لك سأل الامل المستحيل اين تقيم. الامل كان بيسأل المستحيل انت موجود فين؟ قال في احلام العاجزين. فاوعى تكون من العاجزين. انت شخص بتبذل مجهود وبذلت مجهود من اول السنه، فاضل لك كام يوم، قوم بقى واشتغل واتعب. صدقني ان ربنا هيقدر تعبك ده وهيديك اكتر مما انت تستحق. واوعى تزعل لو انت بذلت مجهود وما حققتش. مين قال لك ان ده كده في شر ليك؟ بالعكس، اختيار ربنا ليك دايما بيكون افضل من اختيارك. انت ممكن تختار طريق وربنا سبحانه وتعالى يبقى عارف ان الطريق اللي انت مختاره ده فيه الشر ليك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى دايما لما بيكتب لك الخير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا عند ظنك. شوف انت احسن الظن بيا هتلاقيني احسن من ظنك اللي انت ظنته فيا. ولذلك يا جماعه احسنوا الظن بالله، قوموا واشتغلوا، ما تعلقوش احلامكم على مجرد اماني. فاوعوا تقولوا لا والله احنا هننجح وهنبقى كويسين بدون عمل. مفيش كده. زي ما ربنا بيقول تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اوعى تتمنى على الله، ولكن اطلب من ربنا سبحانه وتعالى بصدق. اعمل عمل جيد باذن الله، ربنا سبحانه وتعالى يشوف ان انت اخلصت ليه فيه فيوفقك باذن الله لكل خير. ارجو باذن الله يا جماعه ان الفتره الجايه تكون فتره كلها حماس ويقين بالله سبحانه وتعالى ان هو هيوفقكم وان هو هيسدد خطاكم. هو في حديث كده بس انا مش فاكره قوي يعني، بس احنا مش هنسميه حديث بقى، انا هقول لك بمعناه. يعني اللي هو من كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله لها شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني هي الدنيا هتجيله وهي مأمورة كمان، انت متخيل؟ فحته انك انت يعني ما تخليش الدنيا همك دي، اللي هو زي ما انا بقول لك كده، حته الامتحانات ان انا شايل هم الامتحانات، شايل هم المذاكره اللي ورايا، شايل هم. لا، انت اعمل اللي عليك خلاص. انت المطلوب منك هو السعي بس. يعني انت تسعى، واللي هو السعي ده بتروح الدروس بتاعتك، بتيجي تذاكر اللي وراك، بتعمل اللي وراك، مش بتضيع وقت. يعني شايف فروض ربنا بتصليها، شايف اذكار ربنا بتقولها، الحاجات دي كلها هو ده اسمه السعي. السعي اصلا مفهومه اكبر من كده كمان، ولكن لازم تكون فاهم كده كويس. حته انك انت ما تخليش الدنيا كلها همك، مطلوب منك انك انت تلتزم بالنصيحه دي خلاص. تعمل اللي عليك، تذاكر، تعمل اللي عليك، فربنا خلاص ربنا هو اللي يكرمك. يعني ربنا هو اكبر من كل حاجه، فهو اللي يقدر يكرمك
ولو ربنا اراد ان انت تجيب طب خلاص فانت هتجيب طب فعلا، ربنا اراد هتجيب هندسه هتجيب هندسه فعلا. خلاص ليه؟ دي اراده ربنا، وربنا هو اللي عاوز كده. خلاص وربنا طبعا هو اللي شايف الخير فين، يعني ربنا بيكون حاطط لك الخير في حياتك في حته معينه، فربنا شايفك طالما انت بتعمل اللي عليك ربنا بيبدا يوجهك على الحاجه دي، بيبدا يهيئ لك السبل والطرق عشان انت توصل للحاجه دي. بخلاف بقى لو انت مش بتعمل اللي عليك فانت مستني ايه؟ يعني انت مش تعمل اللي عليك، هو ربنا كريم وكل حاجه، ولكن لازم ربنا يشوف منك انك انت فعلا جبت استطاعتك، جبت اخرك في كل حاجه، لازم ربنا يشوف منك كده عشان ربنا يبدا ان هو يعوضك ويكرمك، وانت تحس بكده، يعني تحس انك انت فعلا تعبت وربنا فعلا عوضك وكرمك. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو